موبايلك ده هيبقى حتة حديدة ملهاش لازمة لو ما دفعتش الرسوم اللي عليه. طب لو كان معايا موبايل شغال بيه في مصر وسافرت ورجعت تاني، ايه اللي ممكن يحصل؟ بص يا سيدي، الكلام اللي هقوله دلوقتي ينطبق على الموبايلات الجديدة اللي ما اشتغلتش في مصر قبل كده قبل 1 يناير 2025. لو جاي من بره ومعاك موبايل جديد وبتستخدمه استخدام شخصي وما فعلتش عليه شريحة مصرية قبل كده جوه مصر، فالمفروض ان عادي ليك 90 يوم مجانا تقدر تستخدم فيهم الموبايل. اما لو انت جاي من السفر ومعاك موبايل تاني غير الموبايل الشخصي بتاعك بس جايبه هدية لحد، المفروض انه معلوش ضريبة بشرط انه ما يتجاوزش سعره ال 15000 جنيه. طب لو جاي من بره ومعاك موبايل بعلبته جديد ومش لاستخدامك الشخصي وثمنه بيتجاوز ال 15000 جنيه، فده يا صديقي لازم تدفع عليه الضريبة بتاعته. هتدفع ضريبة قيمتها 38.5% من قيمة الموبايل، مقسمة كالتالي: 14% القيمة المضافة، 10% رسوم جمركية، 5% رسم تنمية، 5% رسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و4.5% رسوم لجهات أخرى. أو دي المعلومات المتاحة معايا حتى الآن. هل هيبقى فيها تغيير؟ لسه مش عارف. من غير تفكير هتمسك الموبايل بتاعك وتدخل الكود ده: نجمة شباك 06 شباك. خد الرقم اللي هيظهر لك ده كوبي وحطه جوه الابلكيشن اللي سايبه لك عندي في القناة. هتعرف الموبايل بتاعك عليه رسوم ولا لأ وتسددها ازاي. بس كده.